الطفل اللي قدامنا ده في بداية حياته كان فاشل في المدرسة، وكان الأطفال اللي في سنه بيتنمروا عليه بسبب لون بشرته. وبعد ما كانت حياته هتنهار ويكون شخص ملوش دور في المجتمع، قدرت مامته إنها تساعده يكون أشهر جراح في العالم كله. الحكاية بدأت سنة 1961 لما كان بين كارسون طالب في المدرسة، وبسبب إن درجاته وحشة بيتريق عليه كل زمايله في الفصل بما فيهم المدرسة بتاعته. والسبب أكبر من إنه فاشل بكتير، السبب الحقيقي إنه أسود، وده كان مسبب ليه تنمر مستمر من كل اللي حواليه، وده بيسبب عصبية مفرطة لبن وبيخليه يضرب واحد من زمايله. وساعتها بيعمل له استدعاء ولي أمر، وبتروح مامته تقعد مع المدير وبتعتذر ليه، والمدير بيطلب منها إنها لازم تعاقبه. وبعد ما بيخرجوا بيفضل بين يعتذر لمامته ويقول لها أنا آسف، وهو شايف نفسه إنه غبي، لكنها بتقاطعه وبتقوله إنه ذكي، ولو استغل ذكائه ده في الدراسة هيكون ليه مستقبل كبير جداً. وبتقوله لو ما عملتش كده هتكمل بقية عمرك بتنظف أرضيات في مصنع، ودي مش الحياة اللي أنا عايزاها ليك. ولما بيرجعوا البيت بتطلب الأم من بن إنه يسيب التلفزيون ويقوم يذاكر، ولما بيقول لها تساعده بتعمل نفسها إنها مش شايفة كويس لأنها مش لابسة نظارة القراية بتاعتها، لكن الحقيقة إنها أصلاً مش بتعرف تقرأ وتكتب. وبيفضل بين يذاكر ويجتهد لحد ما بيجيب درجات كويسة في الامتحانات، وده طبعا بفضل تشجيع والدته ليه. ولما بيرجع البيت وبيعرفها بتقول له والدته إنها فخورة بيه جدا، لأنها متأكدة إنه يقدر يجيب درجات أعلى من كده بكتير كمان لأنه ذكي ولسه ما استغلش نفسه. بيعدي فترة من وقتها وبنشوف مامة بن وهي قاعدة عند دكتور نفسي، وبتقول له إنها عندها حالة اكتئاب حادة، وبتبدأ تحكي له قصة حياتها لما كانت عندها 13 سنة واتجوزت، وكانت عايشة حياة مستقرة وخلفت طفلين، لكنها بعد فترة اكتشفت إن جوزها كان متجوز عليها واحدة تانية ومخلف منها. وساعتها اكتشفت حاجات تانية، وهي إن جوزها مدمن، وعرفت إن مستحيل تقدر تعيش معاه، فقررت إنها لازم تضحي علشان تقدر تحافظ على ولادها، وطلبت الطلاق، وفي المقابل أخدت الطفلين وقررت تربيهم، وعملت كل اللي تقدر عليه علشان تقضي احتياجاتهم المادية، وبقت بتشتغل في تنظيف البيوت، لكنها حاسة بالعجز بسبب إنها مش قادرة تساعدهم في الدراسة، وده لأنها مش بتعرف تقرأ وتكتب. الموضوع ده مسبب ليها أزمة، لأنها كل مرة بتكذب وبتقول لهم إنها مش لابسة نظارة القراية، وساعتها الدكتور بيحس بخطر منها وبيقول لها إنها ممكن تنتحر في أي لحظة أو تأذي حد من اللي حواليها، وده بسبب إن حالتها صعبة جدا. علشان كده بيقرر إنه يدخلها مصحة لعلاج الاكتئاب لحد ما بتبقى مؤهلة إنها تعيش مع ولادها تاني. وساعتها بترجع لولادها وبتقول لهم إنها رايحة عند أختها جيان لمدة أسبوع في بوسطن، وسكاتها تيجي تاخد بالها منكم وأنا مش موجودة، وبتقول لهم إنها عايزة تطلب منهم يحفظوا جدول الضرب كله لحد ما ترجع. وبن بيقول لها إنها حاجة صعبة جدا وهو مش هيقدر في أسبوع واحد يحفظه، لكنها بتقول لهم إنها حفظت جدول الضرب وهي عندها 5 سنين بس، يبقى إزاي بقى أطفال أذكياء زيكم مش هيقدروا؟ وطبعا هي بتقول كده علشان تحمسهم. وبعد فترة بنشوف إن بن قدر يحفظ جدول الضرب فعلا وبقى متفوق، وكمان طلع الأول على الفصل في الرياضيات وجاب امتياز. ولما بيرجع البيت بيلاقي مامته رجعت من المصحة وبقت كويسة، فبيفرحها وبيوريها الدرجات بتاعته وبيقول لها إنه نفسه يبقى دكتور مشهور، وهي بتشجعه وبتقوله إن في يوم من الأيام هيكون أشهر دكتور في العالم كله. بعدها بتروح مامته الشغل وبتروح علشان تنظف بيت دكتور جامعي اسمه البروفيسور بوركت، وأثناء ما كانت بتنظف بتاخد بالها من المكتبة الضخمة اللي عند الدكتور، فبتسأله عن المكتبة دي وعن سر حبه للكتب، فبيعرفها إن بسبب الكتب دي بقى دكتور جامعي وشخص ناجح في المجتمع، وإن الكتب بتدي الإنسان العلم والثقافة اللي بيخلوه في مكانة عالية دايماً. فبتفكر في فكرة إن ولادها لازم يقروا كتبهم كمان علشان ينجحوا، وفعلا بتروح البيت بتلاقيهم بيتفرجوا على التلفزيون، فبتقول لهم إن من النهاردة عندهم مهمة أسبوعية وهي قراءة كتابين على الأقل، وإنهم لازم يستغلوا وقت فراغهم ده في حاجة مفيدة ويقروا من الكتب اللي في المكتبة ويدوها تقرير أسبوعي عن الحاجة اللي استفادوها كمان. وفعلا بيروح بن وأخوه على المكتبة وبيجيبوا كتب ويقروها، وفي يوم بيكون بن رايح المكتبة وبيلاقي صخرة غريبة لونها أسود على الأرض، ولما ما بيعرفش إيه الصخرة دي بيقرر يشتري كتاب عن الصخور ويقراه. وبالصدفة بعدها بيكون في المدرسة والمدرس ماسك نفس الصخرة في إيده وبيسأل الطلبة عن نوعها، ومحدش فيهم بيعرف اسم الصخرة،
فبيتكلم بين وبيقوله إن اسمها أوبسيدان، وده نوع من الصخور بيتكون بعد الانفجار البركاني. لما بيجي عليها مية بتعمل السطح الزجاجي ده. المدرس اتبسط بيه جدا وطلب منه يقابله بعد الحصة، وبعد الحصة بيخلي بين يبص على الصخرة بالميكروسكوب وبيقوله أنت فتحت لنفسك عالم جديد كله علم وتفوق. وبيفضل بين على كده وبيقرأ كتب أكتر وأكتر وبيتفوق في الدراسة لحد ما بتيجي نتيجة الامتحانات النهائية وبنشوف إنه طلع الأول على المدرسة. مامته بتكون فرحانة بيه جدا وفخورة إن ابنها بقى الأول بعد ما كان فاشل. لكن في الوقت ده بتطلع مدرسة تقول كلمة لكل الطلاب وبتتكلم بمنتهى العنصرية وبتقول إن إزاي طفل أسود يطلع الأول على المدرسة، وبتأنب كل الطلبة إنهم سمحوا لواحد زي ده إنه يتفوق عليهم. فبتقرر مامته إنها تنقله من المدرسة دي لأن فيها أفكار ممكن تحاربه وتمنعه من التفوق. وفعلا بيروح مدرسة تانية، لكن المشكلة إن الطلاب بيتريقوا عليه برضه بسبب إن هدومه قديمة وشكلها أكبر من سنه. فبيرجع البيت وبيطلب من مامته تشتري له هدوم جديدة، لكنها بتقوله إن مش معاها فلوس لأنها صرفت كل اللي معاها على مصاريف المدرسة بتاعته. وساعتها بيتعصب عليها بن، ولما بيرجع المدرسة تاني يوم بيلاقي إن الطلبة لسه بتتريق عليه بسبب لبسه القديم. لكن واحد بيشوفه وبيقوله تعالى معايا وأنا مش هخلي أي حد يتنمر عليك. وساعتها بيروحوا لشلة فاسدة بيدوا البن سكينة وبيقولوا له لو حد فكر يتنمر عليك تاني اضربوا بيها علشان الناس تخاف منك بعد كده. وفعلا بن بياخدها منهم، ولما بيرجع البيت بيلاقي مامته جابت له هدوم زي ما كان عايز، لكنه بيقول لها إن قديمة ومش على الموضة وكده الناس هتتريق عليه أكتر. وساعتها بيتخانق مع مامته للمرة التانية وبيتهجم عليها المرة دي وبيفقد أعصابه، لكن أخوه الكبير بيمنعه. ولما بيروح المدرسة بيجي واحد يتريق عليه، بيفتكر بين المرة دي إن هو معاه سكينة وبيضربه بيها، لكن لحسن حظه إنها بتيجي بتوكة الحزام وبتتكسر. وساعتها بينهار بين وبيجري على البيت وبيحبس نفسه في الأوضة بتاعته وبيفضل يدعي ربنا إنه يتخلص من العصبية والأفكار اللي ممكن تدمر حياته دي. وفعلا بيحصل كده وبيعدي من وقتها 5 سنين وبنروح لسنة 1969 في جامعة ييل لدراسة الطب، ودي واحدة من أشهر الجامعات في أمريكا لدراسة الطب. وبنشوف بين بعد ما بقى طالب في الكلية وتخصص في دراسة المخ والأعصاب، وهناك بيتعرف على بنت اسمها كاندي، وكاندي بتساعده على المذاكرة وبتكون واقفة جنبه باستمرار وبيحبوا بعض هما الاتنين. وبتعدي فترة وبيتخرج بين بامتياز وبيبقى الأول على الكلية، وبيروح يقدم على وظيفة طبيب متدرب في مستشفى واشنطن المركزية، وبيقدر يقنع مدير المستشفى إن الشخص المناسب بسبب الثقافة والعلم اللي عنده. وبيقوله كمان إن عنده إصرار إنه يفضل جنب المريض حتى بعد ما يخف، لأن الطب مش مجرد وصف العلاج أو عملية وبس، ولكن الموضوع لازم يبقى فيه تأهيل بعد العمليات كمان. وفعلا المدير بيقتنع وبيعين بن في المستشفى وبيبدأ شغله كدكتور متدرب، وبيبدأ يتعلم ويشوف كلام الدكتور المتخصص إيه. لكنه لما بيقول رأيه للدكتور بيقول له أنا شايف إن حالة المريض مختلفة بناء على التقارير. ساعتها الدكتور بيتريق عليه وبيقول له أنت متدرب وما تنساش نفسك، أنا ممكن أطردك في أي وقت. فبيحاول بين بعدها إنه يحسن علاقته بزمايله في الشغل وبيجيب ليهم ورد تاني يوم وهو رايح. وفي الوقت ده بيوصل مريض حالته خطرة وعنده إصابة بمضرب بيسبول في مكان خطر في الراس، وبيدوروا على الدكتور المسؤول لكنه بيكون مش موجود. فبيروح بن يسأل موظفة الاستقبال عن الدكتور المساعد، لكنها بتقوله إنه برضه مش موجود. فبيقول بن إن المريض ده لازم يعمل عملية دلوقتي وإلا هيموت، وعلشان مفيش أي حد موجود بيقرر بن إنه يعمل العملية دي بنفسه. وفعلا بيعمل العملية وبينجح والمريض بيعيش. ولما بيخلص بيبعت ليه مدير المستشفى وبيقول له إنه عرض المريض وعرض نفسه للخطر لأنه لسه مش متمرس وما ينفعش يعمل عملية لوحده. لكن بعد كده المدير بيبتسم وبيهني بن وبيقول له إنك قدرت تنقذ حياة إنسان بسبب شجاعتك دي. ومن وقتها وبقى بن مسؤول عن عمليات كتير وخلص فترة التدريب بتاعته وعدى من وقتها 4 سنين، وبقى بن واحد من أنجح الدكاترة اللي في المستشفى وبيحترموا كل الأطباء اللي حواليه. وفي يوم بيجي طفلة مصابة بالصرع ولازم تعمل عملية في المخ في أسرع وقت، لكن بن بيقول لأهل الطفلة إن العملية خطر وهيشيل خلايا فاسدة من المخ وهو مش ضامن نجاح العملية، علشان كده لازم ياخد موافقة أهل الطفلة الأول.
الأهل بيوافقوا وبعدها بيدخل بين يعمل العملية وبينجح، وبتكون دي الحالة الأولى من نوعها اللي بتنجح بفضل دكتور بن، وبيتشهر وبتصور معاه كل وسائل الإعلام في أمريكا. وبعد فترة بتيجي والدته علشان تزوره بعد ما اتشهر وبقى عنده فلوس كتير، وفجأة بيجي ميعاد ولادة كاندي اللي كانت حامل في توأم، لكن للأسف الطفلين ماتوا، لكن كاندي كانت حالتها كويسة. وبيدخل بين في حالة اكتئاب بسبب إنه بيقدر ينقذ كل يوم أطفال، لكنه ما قدرش ينقذ أطفاله. لكن كاندي بتطلب منه إنه يرجع شغله وبتعرفه إن الناس محتاجينه. وبنرجع للوقت الحالي سنة 1987، وبيكون بن بيحضر لعملية فصل توأمين ملتصقين، وبسبب إن الحالة خطرة ومش مضمونة وممكن يحصل نزيف يموت واحد من الطفلين أو ممكن الاتنين يموتوا، فبيحاول يشتغل على طريقة تمنع النزيف ده. وبيفضل بن يقرأ ويدور في الكتب علشان يحاول إنه يعوض ضياع ولاده اللي ماتوا، لكن الحالة بتكون صعبة جدا والعملية بتكون خطر قوي. فبيروح بن ياخد رأي والدته، وهي بتقوله إنها فخورة بيه وبأخوه اللي بقى مهندس، وبتقوله إنها متأكدة إنه هينجح وهيكون أول واحد يعمل عملية فصل التوأم ملتصق بنجاح في العالم. بعدها بيروح بن على المستشفى وبيبدأ يجهز في غرفة العمليات، وبيعمل حسابه على كل حاجة زي انقطاع الكهرباء أو أي ظروف خارجة علشان يضمن نجاح العملية. وبيطلب فريق تخدير، وبياخد معاه أوضة العمليات فريق مكون من 50 طبيب، وبيعرف كل واحد فيهم دوره إيه بالظبط، وبيقول لهم إن لو لا قدر الله في طفل من الاتنين ماتوا لازم نفصله عن التاني بسرعة وننقل كل الأوردة للطفل اللي عايش. وبيروح يقعد مع بيتر وأوجاستا والد ووالدة الطفلين، وبيعرفهم إن العملية خطر وفيها مجازفة كبيرة، لكنه هيعمل كل اللي عليه. وبعد ما بيوافقوا بيجي يوم 5 سبتمبر اللي هيتعامل فيه العملية، وبيفضل بين والفريق اللي معاه في أوضة العمليات لمدة 22 ساعة كاملة، وبعدها بتنجح العملية وبيقدر يفصل الطفلين عن بعض وهما الاتنين في حالة سليمة. وبيفرح بيتر وأوجاستا جدا وبيشكروا بين اللي قدر ينقذ أولادهم، وبيدخلوا علشان يشوفوهم بعد ما العملية نجحت وكل واحد بقى لوحده. بعدها بيفضل كل اللي حوالين بين يهنوه ويباركوله على نجاح العملية، وأولهم بتكون مامته ومراته اللي بيقولوله إنهم فخورين بيه قوي. وبنعرف في القصة الحقيقية إن بن من وقتها عمل 5 عمليات فصل وكلهم كانوا ناجحين جدا، ده غير مئات العمليات للأطفال اللي بيعانوا من الصرع. ودلوقتي هو رئيس جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جونز هوبكنز، وعمل هو ومراته كاندي صندوق للمنح الدراسية للأطفال اللي بتعاني من التنمر وعايزين ينجحوا. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش لايك وكومنت وشير علشان يوصل لكم مننا كل جديد.